السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. أول شيء بغيت نعتذر على الغياب ديالي هذا الأسبوع على اليوتيوب، ونشكر الناس اللي سولوا فيا. أنا الحمد لله مزيانة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون شي مختلف، غنشارك معكم المشتريات ديالي من أمازون ومن أكسيون. هاد المشتريات هادو فيهم كتب ديال الطبخ، فيهم أشياء خاصة بالمطبخ، وفيهم واحد الزيادة إن شاء الله في آخر الفيديو غنوريها لكم. فأول شيء غنفتح هاد العلبة هادي اللي وصلت من أمازون. أول شيء هو هاد الكتاب هذا ديال The Best Mexican Recipes من هاد المجموعة د الكتب ديال America's Test Kitchen. أنا في الحقيقة كيعجبني الأكل المكسيكي بزاف، لأنني عِشت واحد المدة طويلة من الحياة ديالي في كاليفورنيا، وكاليفورنيا معروفة بالأكل اللاتيني. واحد المجموعة من الوصفات المبسطة، وهاد الكتاب هاد السلسلة هادي ديال الكتب ديال America's Test Kitchen يعني مضمونين ومعروفين، يعني الوصفات ثقة، ماشي أي كتاب اللي ما تعرفش واش بصح هادوك الوصفات كيصدقوا والّا لا. هذاك الكتب ديال هاد السلسلة هادي يعني مضمونين. الوصفات اللي كيعملوهم في الكتب ديالهم مضمونين هي أصلًا هاد البرنامج هذا ديال الطبخ برنامج معروف بزاف وعنده سنين دابا هو كيعملوه في التلفازة الأمريكية، والهدف ديالو هو تجربة الوصفات واختيار الوصفات، يعني ألذ الوصفات وأسهل الوصفات باش كيعملوهم في هاد الكتب هادو ديال الطبخ. تاني كتاب شريته هو هاد لاغوص ديال الخبز، أيضًا سلسلة كتب ديال لاغوص كويزين يعني معروفين وثقة ومضمونين. هاد الكتاب هذا خاص ب كيف ما شفتوا في العنوان بأنواع الخبز، فيه جميع تقنيات تحضير الخبز، سواء الخبز الفرنسي فحال الباغيت، فحال الخبز المدوّر pain au lait أو الخبز بالحليب، البريوش، أيضًا فيه croissant، petit pain au chocolat، فيه جميع أنواع المعجّنات. يعني كتاب زوين بزاف والصور ديالو رائعة. كتاب آخر شريته هو هذا ديال لا باتيسري ديال هاد الشيف، ما كنعرفش نقول الاسم ديالو ولكن هو معروف عالميًا، ماشي عالميًا، المهم معروف الناس اللي مهتمين بالعالم ديال الحلويات الفرنسية. هاد الشيف هذا معروف، وكنشوف الصور ديالو دائمًا كتبان في الكتب ديال الطبخ. بالنسبة للناس اللي مهتمين بهاد الكتب هادو غنحاول نخلي لكم رابط ديال هاد الكتب هادو منين شريتهم في خانة الوصف، بالنسبة للناس اللي ساكنين في فرنسا وبغاو يقتنيو فحال هاد الكتب هادو. غ بزاف ديال الناس أيضًا كيسولوني واش ممكن نشريو من أمازون من المغرب. في الحقيقة ما عنديش فكرة، ولكن ما كنظنش، لأن هاد السيت هذا ديال أمازون تقريبًا كل بلاد عندها السيت ديالها، يعني ديال فرنسا عندها السيت ديالها، ديال الميريكان عندها السيت ديالها. وإلا بغيتي تشري من بلاد آخر، يعني أنا إلا بغيت نشري من شي حاجة من أمريكا غنخلّص واحد الضريبة ديال الجمارك، اللي عادةً قبل ما تشري السيت ديال أمازون كيقول لك شحال خصك تخلّص. وملي كتحل أنتِ مثلًا نتوما في المغرب غتحلّوا هاد السيت هذا ديال فرنسا amazon.fr، غيقول لكم واش هاديك الحاجة اللي باغيينها كتوصل للمغرب والّا ما كتوصلش، وأيضًا الثمن ديال الshipping وديال الcustoms أولا ديال الديوانة. وأيضًا يعني كتقام عليكم الحاجة غالية بزاف، فأحسن شيء تعملوه هو إلا كتعرفوا شي واحد ساكن في فرنسا يشريه لكم ويجيبه لكم للمغرب، يعني فينقص عليكم الثمن ديال الديوانة. هاد الكتاب هذا أيضًا ديال America's Test Kitchen اللي هو Mediterranean cuisine أو مطبخ البحر الأبيض المتوسط، يعني إيطاليا، إسبانيا، المغرب، إلى آخره. كتاب جميل جدًا، وأيضًا فيه المطبخ العربي لأنه طبعًا هو حتى هو في حوض البحر الأبيض المتوسط. بزاف ديال البلدان العربية يعني داخلة في هذا المجال ديال مطبخ البحر الأبيض المتوسط. هذا المطبخ هذا
آمم، يعني معروف باستعمال الخضر الكثيرة، داك الشي الطازج، فيه بزاف ديال السمك. ف أيضًا حتى المطبخ التركي فيه، هاد الكتاب هذا زوين بزاف. فكانوا هادو هُما الكتب اللي شريت، آخر الكتب اللي شريت. واحد الحاجة أيضًا شريتها من أمازون اللي هي هاد الماكينة هادي ديال القهوة. أنا عندي وحدة فحالها ولكن كبيرة في الحجم، تقريبًا الدوبل ديال الحجم ديالها. هادي اللي شريت دابا فيها 9 كابس أو 9 ديال الكيسان صغار ديال الإسبريسو، يعني كيوافقني الحجم ديالها بالنسبة لجوج ديال الناس، أحسن من هاديك اللي عندي اللي كبيرة، يعني كبيرة بزاف. لأنني ملي كنت شريت هاديك الأولى شريتها ما متأكداش من الحجم ديالها. هاد الماكينة هادي شريت منها جوج، وحدة ليلي وحدة غنديها إن شاء الله للأم ديالي. في الحقيقة هي ماشي ماما ما كتشربش القهوة بزاف، غاديها غير راسي باش إلا مشيت للمغرب نلقى فاش نصاوب القهوة. وهادي الماكينة هادي وهاد وهاد عفوًا، هاد النوع هذا، هاد الماركة ديال بيالاتي هي ماركة معروفة، ويعني متينة ماشي فحال ملي كنت في المغرب كنت كنشري هاد الماكينة ديال القهوة فحال هكدا، يعني شريت كتر من وحدة ولكن ما كيصبروش دغيا كيتهرسوا. ولكن هاد النوع هذا ديال بيالاتي كيصبر بزاف. وأخيرًا يعني بالنسبة للأشياء اللي شريتها من أمازون، هادي في الحقيقة أختي كانت وصّاتني عليهم نجيبهم لها معايا للمغرب، اللي هما هاد الديفيديات ديال الرياضة ديال جيليان، وقيلة سميتها جيليان، هي معروفة. وأنا مني شريت لها هاد الديفيديات جاتني الغيرة شي الغيرة ملات فيا النفس، فشريت حتى أنا واحد المجموعة ديال الDVD. واخا دابا الناس ما بقاوش كيستعملوا الDVD قليل، الأغلبية كيشريو داك الشي في App Store، ولا المهم داك الشي كيتشارجا ديريكتومون للتليفون ولا التلفازة ولا البيسي. ولكن أختي بغات هاد الديفيديات، فشريت واحد السلسلة ليلة وحدة ليلي. باقا ما عرفتش أينا وحدة غنحتفظ بها لراسي وأينا وحدة غنعطيها لها، ولكن كنظن هما فحال فحال. فهادو هما المسائل اللي خديتهم من أمازون. كيف ما قلت الروابط ديال هاد الشي كامل غنخليه في خانة الوصف، بالنسبة للناس اللي ساكنين في فرنسا وبغاو يعني بغاو يعرفوا الثمن ولا أي حاجة على هاد الكتب هادو، فغتلقاو الروابط ديالهم أسفل الفيديو. بالنسبة للأشياء اللي خديتها من أكسيون، أيضًا واحد الماغازان كان حدا أكسيون أول مرة في الحقيقة كندخل له، الاسم ديالو هو غيبان لكم في هاد التيكيطة ديال هاد الديكور هذا. شريت منه هاد جوج هادو ديال الغرس ديال الصبار ديال السيراميك زوين بزاف. أنا عادةً ما كنشريش الأشياء ديال المطبخ ديال البلاستيك، كنتفادى استعمال هادشي ديال البلاستيك. ولكن هاد البانيو هذا عجبني بزاف لأن فيه فحال هاديك اللعيبة ديال اللافابو، يعني ممكن ممكن تغسلي فيه الخضر، الفواكه، وأيضًا ممكن ترقدي فيه هكدا الدروج ديال الكوزينة. ومني تسالي منه وتفتحي هاديك، يعني نحيدو هاديك البلاستيكة وكيهبط الماء كامل، فعجبني بزاف فخديتو، كان رخيص بزاف كنظن 2 ديال الأورو. بالنسبة لأكسيون خديت هاد الكيسان هادو واخا هُما يعني معمولين لواحد الحاجة إلا أنني فكروني في هادوك الكيسان ديال اللبن اللي كيكونوا في المحلات في المغرب، فخديت واحد العلبة فيها 6، خصوصًا مع دابا رمضان غادي يجي إن شاء الله، يصلحوا فحال هكذا الياغورت الطبيعي، الفواكه، يعني شحال من حاجة ممكن تستعملوهم بها. وأيضًا خديت الكيسان ديال الزاج دغيا كيتهرسوا ما كيبقاوش بزاف، خديت واحد العلبة ديال هاد الكيسان هادو. أيضًا هادو كيستعملوهم يعني الأشربة الكحولية هنايا، ولكن حنايا في المغرب عندنا هاد النوع ديال الكيسان، أو كان شحال هادي، دابا ولاو أنواع جديدة ديال الكيسان ديال الزاج. أنا كيعجبوني هاد النوع هذا لأنه أول شيء غلاظ، يعني الزجاج ديالو مغليظ ومتين، وفي نفس الوقت يعني كيذكّر بالطفولة ملي كنا صغار كان هذا هو الكيسان اللي كاينين. الحاجة الأخرى اللي شريتها، هادو ما شريتهمش مرة واحدة، يعني بقيت كنشري بشوية بشوية، هاد الزلايف ديال
سيراميك، ولكن اللون ديالهم زوين بزاف عجبني. من برا هما اللون ديالهم أزرق، ومن الداخل اللون بحال إلا أخضر هكذا فاتح. خديت هاد الزلايف الكبار وخديت هاد الزلايف هادو الصغار. كيف ما كتلاحظوا اللون ديالهم شوية أخضر فاتح في الداخل، وأزرق من على برا، وفيهم واحد الخط من اللون البني من الفوق. أيضًا خديت هاد الزلايف هادو اللي كبار بحال هاد الشكل هذا. أنا فايتة شايفة بزاف ديال القنوات التركية كيطيبوا فحال هاد الزلايف هادو، ما عرفتش واش هاد أكسيون كتجيب المسائل من تركيا أو يعني حيت أكسيون كنظن والله أعلم الأصل ديال هاد الشركة هادي ألماني، ربما هاد الشركة هادي الأصل هاد الشي اللي كتجيبو أكسيون لأوروبا كتجيبو من ألمانيا، وألمانيا كتصدّر لتركيا الله أعلم. المهم أنا فايتة شايفة هاد les بول هادو في بعض القنوات التركية. خديت منهم 3 مكتوبة فيهم البول ديال الصالاد ديال السلطة، وخديت هادو الصغار نفس الشكل ديال هادوك الكبار غير هادو صغيورين. يعني شي حاجة مختلفة ماشي فحال IKEA كتلقى الناس كاملين عندهم نفس الباصل ديال IKEA كلشي فحال فحال، هادو مختلفين شوية عفوًا. أيضًا خديت هاد الطباصلة هادو الصغار اللي زوينين في الشكل ديالهم ومختلفين كيف ما قُلت، كاينين كيبيعوهم هُما في أكسيون كبار، طباصل كبار على هاد الشكل هذا، ولكن أنا ما خديتهمش خديت غير الصغيورين. وخديت هاد جوج ديال الزلافات كبارين تا هُما مكتوبة فيهم بول ديال الصالاد أو ديال السلطة. الحقيقة هادو عجبوني بزاف وبراتيك يعني كيصلحوا لشحال من حاجة في التقديم فوق الطابلة، ما كبارش بزاف وما صغارش. كنت باغا ناخد كتر من جوج ولكن هادو هُما اللي بقاو، بقى واحد في البني وواحد في الأزرق فخديتهم بجوج. هادي مدة طويلة وأنا كنشوف هاد الطباصل وهادو كيتباعوا في أكسيون، وشحال هادي وأنا باغا ناخدهم وكنت مترددة. أيضًا هاد الكيسان هادو خديت 3 في أزرق فاتح وخديت جوج في هاد الخضيضر هذا، زوينين بزاف لا في الزواق ديالهم خصوصًا هداك الخضر فيه واحد الزواقة فحال الزليج ديال شحال هادي. وخديت هادو كيتحطوا تحت الكيسان ديال القهوة باش كيحميو الطاولة من السخانة. فيهم واحد 3 ديال النقط باش ما كتزلقش فوق الطابلة، يعني ملي كتحط الكاس ما كيزلقش فوق الطابلة. كيف ما قُلت لكم هاد المسائل هادي ما خديتهاش نهار واحد، بقيت كناخد بشوية بشوية. وأيضًا خديت هادي نفس الفكرة ديال هادوك اللي كيحميو الطابلة من السخونية. خديت جوج ديال العلبات وضعتهم هكذا في هاديك الماريو ديال الأواني. أنا في الحقيقة يعني ما نقولكمش جا المنظر جميل جدًا، ولكن ضروري كان خاصني شي حاجة باش تحمي هاديك الماريو من ماكينة القهوة لأنها كتسخن. فقُلت ملي شُفتهم في الماغازان قُلت يقدر يعطي هذاك l'effet ديال الزليج، فنقدر نخلّيهم نقدر نحيدهم. المهم دابا ها هُما هنايا، فيهم هاد الmotif هادو ديال ماكينة القهوة مكتوب فيهم كافي يعني جميع أنواع القهوة. فهاد الوقت هذا ها هُما هنايا. دابا غنرُد هاد المسائل هادي لبلاصتها وإن شاء الله نتلاقاو دابا شوية. أيضًا من بعض الأشياء اللي خديتها من أكسيون هاد السلة هادي، اللي كيف ما كتشوفوا كنوضع فيها الخضر، عندها جوج ديال اليدين إلا بغا يهزها الواحد، في الحقيقة هما غير ديكور. كاينين ألوان متعددة كنظن كاين الأبيض وكاين هاد الزريرق هذا.
أيضًا خديت هاد الطباصل هادو اللي عاملين فحال الطبق، خديت جوج مدورين كيف ما كتشوفوا هنايا، الشكل ديالهم جميل جدًا وكيتواتاو مع طبوقات الخبز اللي كنت خديت من قبل. وخديت جوج هكدا طوالين هُما عاملين فحال الطباصل فحال الطبوقة، المهم استعملوهم كيف ما بغيتي، يجيو زوينين هكا إلا حطينا فيهم فحال دابا الcroissant ولا بتي ولا petit pain في الصباح ولا الكومير ولا يعني عطا الله ما يتصاوب فيهم الإنسان، زوينين في المنظر ديالهم. وأيضًا خديت هاد الكبير هذا طبق كبير عنده اليدين. قُلت مع راسي إلا النهار اللي نصاوب فيه الخبز بزاف يعني نحطّو فيه باش يبرد، كيف ما كتشوفوا نفس الديكور نفس الستيل اللي في هادوك الطبيصلات الصغار أو الطبقات الصغار، هو اللي في الطبق الكبير. وهاد كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استمتعتوا به وأيضًا أعطاكم أفكار بالنسبة للناس اللي كيقلبوا يشريو ماعن ديال الكوزينة أو كتب ديال الطبخ. شكرًا بزاف على المشاهدة، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم، السلام عليكم.